علشان تكون طالب دحيح في شوية حاجات كده لازم تفهمهم كويس جدا ويكونوا يعني بمثابة أولويات عندك وتعمل بيهم كلهم. بتكون مهارته وخبرته في تسجيل الأهداف أو في التمرير الصحيح بتكون أعلى. الممثل كل ما بيمثل أكتر وبياخد أدوار أكتر برضو قدرته على التمثيل بتكون أعلى. مثلا اللي بيروح جيم، اللي بيشيل حديد، اللي كذا كذا، مع التكرار ومع ثقل الحاجة ديت القدرة بتاعته بتزيد. كذلك المذاكرة ما هي إلا مهارة زي أي مهارة في الدنيا. إن أنت تذاكر كتير تزود مهارتك في الحل، تزود مهارتك في الحفظ، تزود قدرتك على الاستيعاب. فاهمني؟ فالمذاكرة لازم تفهم إن هي مهارة. تاني حاجة لازم تفهمها كويس جدا عشان تبقى طالب دحيح زي ما بيقولوا، ان المذاكرة ما بتجيش في الامتحان. امال ايه اللي بيجي الاسئلة طبعا. فانت في المقام الاول تركز على الاسئلة مش تركز على المذاكرة. يعني تحاول تفهم المجمل من اي درس وبعدين تركز كويس جدا 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 على الاسئلة، وتلخص الاسئلة الاهم وتجمعها في ورق او في سكتش مثلا، ويبقى ده الديفولت بتاعك بحيث ترجع له في الوقت اللي انت محتاج له فيه. تالت حاجة لازم تكون عارفها كويس جدا برضو، ان الطلبة الدحيحة برضو بيكونوا حاطينها في دماغهم الهدف. انا ليه بذاكر؟ انا ليه اصلا بعمل كده؟ انا ليه بحاول اضغط على نفسي واستحمل واعمل كده؟ علشان هدف معين، عايز اطلع الاول، عايز اجيب كلية معينة، عايز ارضي ابويا وامي، عايز يبقى ليا كيان معين في المجتمع. الهدف لازم يكون عندك هدف واضح جدا رسمه قدامك كاتبه على ورق. انا مثلا في ثانوية عامة او في ازهر او في ثانوي ازهري عايز ابقى دكتور او مهندس، اكتب ده قدامك، حطه كده بروزه. كل لما تلاقي نفسك بتمل لازم تبص له، هيفكرك بهدفك وبالتالي هتشتغل. رابع حاجة لازم تكون عارفها كويس جدا برضو، ان مفيش حاجة بتيجي بسهولة. فلازم يبقى عندك الصبر. يعني ما ينفعش تذاكر لي 10 دقايق وتقعد نص ساعة او تقعد ساعتين على الفيسبوك او انستجرام او وات ايفر يعني. فاهمني؟ فانت لازم يبقى عندك صبر. مثلا انا عندي درس معين حددت ان انا هبدا فيه دلوقتي ومش هقوم الا لما اخلصه، يبقى فعليا مش هقوم لما اخلصه. يبقى مفيش فيسبوك، مفيش تويتر، مفيش انستجرام، مفيش لايك على صوره، مفيش هبص بس قالوا لي ايه على الكومنت، مفيش الكلام ده كله خالص. ده لو عملته هتبقى طالب دحيح فعلا. يبقى راجع معاك كده بسرعه اللي قلناه. اول حاجه المذاكره ما هي الا مهاره بتكتسب وبتزيد مع التكرار ومع المثابره. تاني حاجة المذاكرة مش بتيجي في الامتحان، اللي بيجي هي الأسئلة. تالت حاجة الهدف، لازم يكون عندك هدف واضح جدا وحطه قدامك وعارف انت بتعمله ليه. رابع حاجة الصبر، وعشان برضو حتة الصبر دي تثبت عندك اكتر ان انت تاخد ده بمقتضى انك بتعمله. يعني ايه؟ حاجة كده زي تاخد عليها ثواب. يعني انت كل ما تصبر على المذاكره وعلى قرف المذاكره وعلى تعب المذاكره، احنا كلنا اصلا عارفين المذاكره حاجه رتيبه وحاجه ممله، بس انت تاخدها في اعتبارك انت بتاخد عليها اجر وبتاخد عليها ثواب، فلازم تصبر. فالصبر على المذاكره مش الاستعجال، مش ان انت عايز تكروت عايز تنجز. فاهمني؟ فدي شويه حاجات كده لازم تحطها في اعتبارك وتركز عليها كويس جدا، لان ديت من اولويات فعلا الناس الدحيحه والناس بتجيب درجات. نشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله بتتكلم على نفس الموضوع، الأساسيات اللي بتخلي أي حد دحيح أو الاعتبارات اللي بياخدها الدحيح في دماغه في المرتبة الأولى بالظبط. سلام عليكم.